السلام عليكم. مدرب الترجي التونسي نبيل معلول يصور غضبا في صحفي تونسي بعد تطاوله على الأهلي بسبب الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم قبل المباراة الهامة والمرتقبة للنادي الأهلي مع الترجي التونسي، والتي ستلعب مباراة الذهاب في تونس. وأكد الاتحاد الإفريقي أن هذه المباراة ستلعب بدون جمهور. فقد وجه مدرب الترجي التونسي نبيل معلول ردا شديد اللهجة على صحفي تونسي، حسب ما أكدته الإذاعة التونسية أن صحفي تونسي سأل نبيل معلول وقال له على إدارة الترجي توخي الحذر قبل مباراة النادي الأهلي، لأن الأهلي لديه أيدي خفية داخل الاتحاد الإفريقي، والكل يعلم هذا، من أجل الفوز على الترجي، مثل ما يتحدث الإعلام المصري والإعلام الزملكاوي. وشاهدنا كيف انسحب الزمالك من السوبر بسبب ما يفعله النادي الأهلي به. فرد عليه نبيل معلول وقال له: الأهلي هو نادي القرن الإفريقي ولديه كل الاحترام والتقدير، فالأهلي هو ريال مدريد في إفريقيا، ويجب على الجميع أن يتعلموا الإدارة من النادي الأهلي. أما إذا كنت تتحدث أن هناك أيادي خفية للأهلي داخل الاتحاد الإفريقي، فإذا كان له أيادي خفية فعلا، فلماذا لم يلعب الأهلي على استاد القاهرة في نهائي كأس إفريقيا العام الماضي أمام الوداد؟ أعتقد أنك تشاهد قناة الزمالك وتشاهد ما يقوله رئيس الزمالك المجنون مرتضى منصور، الذي دمر نادي الزمالك حرفيا. فالكل في إفريقيا يتمنى أن يكون مثل النادي الأهلي، ولكن نحن نحترم النادي الأهلي قبل مباراتنا معه، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل التأهل. ولكن أنا كمدرب لنادي الترجي الرياضي التونسي أحترم تاريخ النادي الأهلي، لا أسمح لأحد أن يسيء لهذا التاريخ العريق. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في موقف نبيل معلول اتجاه النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.